بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج محكمات. سنقف بإذن الله تعالى اليوم مع آية في كتاب الله تبارك وتعالى من سورة الأنبياء، الآية 92 من هذه السورة. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. السياق الذي وردت فيه هذه الآية هو سياق الحديث عن الأنبياء والرسل. تحدثت السورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن إبراهيم عليه السلام، وعن موسى وهارون، وتحدثت عن إسحاق ويعقوب، وتحدثت عن أيوب وقصته، وتحدثت عن عدد كذلك من الأنبياء الذين وردوا في هذه السورة، وتحدثت كذلك عن مريم عليها السلام. ثم بعد ذلك تحدثت عن زكريا وزوجه كذلك، عن زكريا وزوجه. وبعد ذلك جاءت هذه الآية باعتبارها قاعدة من القواعد الكبرى في رسالات الله تبارك وتعالى، وهي قاعدة أن الرسل والأنبياء جميعا أمة واحدة، وأنهم يدعون إلى دين واحد وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فنوح عليه السلام جاء بالإسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام، وما بينهما من رسل الله تبارك وتعالى كلهم جاءوا بالإسلام. كل له شريعته وله منهاجه، ولكنهم يتصلون ببعضهم البعض في أصل هذه الرسالات وأصل هذه النبوات، وهو ما يمكن أن نسميه بالتوحيد لله تبارك وتعالى، والسردية الكونية المتعلقة بالمبتدأ والمنتهى والمصير إلى الله تبارك وتعالى. فهذه قضايا يتفقون عليها، ولكن لكل منهم شرع ومنهاج بطبيعة الحال، ويشتركون كذلك فيما بينهم من خلال الأخلاق اللي هي منظومة القيم والأخلاق التي تراكمت منذ نوح عليه السلام أو منذ آدم ربما، فيما يتعلق ببر الوالدين وبقية الأخلاق، إلى أن اكتملت هذه المسألة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم تؤكد كذلك هذه الآية على أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال متصلة بالملل السابقة في إطار هذه الأمة الواحدة، في إطار السير على الصراط المستقيم، في إطار السير على الطريق المسلوك الذي يؤدي بنا بإذن الله تبارك وتعالى، يؤدي بنا جميعا إن شاء الله إذا ما التزمنا الصراط المستقيم الذي نص عليه الكتاب العزيز، فإن المآل إن شاء الله يكون كذلك في هذه المسيرة القاصدة إلى الله، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أيضا هذه الأمة فيما بينها باعتبارها الأمة التي ختمت الرسالات، هذه الأمة تتصف بطبيعة الحال بأنها أيضا أمة واحدة، فهي ليست أمة مفرقة، ليس أمة مشتتة. وإن كان عمليا الآن مفهوم الأمة إلى حد كبير تراجع ضمن الأطر التي على كل كان عليها في السابق، فإن هنالك سياقات، سياق العقائدي والسياق السياسي والسياق الحضاري، هذه كلها سياقات يعني تندرج فيها مفردة الأمة. ونلاحظ أن القرآن الكريم عندما يتكلم عن هذه المفردة يوليها اهتماما خاصا، حيث إن الأمة وردت عشرات المرات بصيغة مفردة. إن كلمة أمة وردت أكثر من 40 مرة، وأمتكم وهي مضافة وردت مرتين، وبالجمع الأمم وردت كذلك أكثر من 10 مرات. إذن هذه المفردة لها على كل حضورها ولها سياقها الذي ترد فيه. ولكن نلاحظ السياقات عموما في مفردة الأمة، نلاحظ بأن مفردة الأمة أحيانا تعني البرهة من الزمن، أي تعني الوقت، يعني أحيانا تعني الزمن وتعني الوقت المحدد، وأحيانا تعني كذلك الجماعة،
وأحيانا تعني الشخص الذي يكون قائدا ويقتدى به، إن إبراهيم كان أمة، وأحيانا تعني الملة والشرعة كما هو الآن في هذه الآية التي نحن بصددها. الآية تتحدث عن إن هذه أمتكم أمة واحدة، فهي أمة واحدة من حيث أنها كلها تدين بدين واحد وهو الإسلام. ولكن نلاحظ أن هذا المفهوم للأسف الشديد، مفهوم الأمة الواحدة، تراجع بنسبة كبيرة جدا وطغت في السياقات العامة، طغت مفهوم القومية في بعض السياقات، وطغى مفهوم الشعبوية في بعض السياقات، وطغى مفهوم القبلية والجهوية والمناطقية إلى غير ذلك من المفاهيم. وهي وإن لم يحاول الإسلام أن يصطدم مع هذه المنظومات كمنظومات اجتماعية لها أطرها التي تتفاعل فيها، ولكن يجعل مفهوم الأمة هو المفهوم الحاكم لكل هذه السياقات، فتتفاعل كافة الأطر ما دون مفهوم الأمة في إطار هذا المفهوم الجامع، مفهوم الأمة الواحدة. وبالتالي لا مجال للحديث في إطار أمة الإسلام عقائديا، لا مجال للحديث عن التجزئة أو التعدد. من ثبت له أصل الإسلام بشكل صحيح فهو جزء من هذه الأمة، له من الحقوق ما لهذه الأمة من حقوق، وعليه من الواجبات ما لهذه الأمة من واجبات. وبالتالي التأكيد حقيقة على هذه المسألة التي ندرجها في المحكمات، الشعور بمفهوم الأمة الواحد، الشعور بأننا جسد واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى. وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وبالتالي والقرآن يؤكد على قضية وحدة الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، إلى غير ذلك حقيقة من الآيات والأحاديث التي تؤكد هذا المعنى باعتباره معنى مركزي. لا مجال مهما حاول الناس أو مهما حاولت الآن الأنظمة أن تجير المفاهيم القطرية وأن تقطع أواصر الأمة وتحاول أن تجعل كل مجموعة وفق السجون التي للأسف الشديد وضعت فيها هذه الأمة ومزقت فيها في إطار منظومات سايكس بيكو وأقطار سايكس بيكو التي حددت على كل برغبة من أعدائنا. واليوم نلاحظ هذا المفهوم يتراجع بنسبة كبيرة جدا، لدرجة أن يكون هنالك شعب من شعوب هذه الأمة يحاصر ويقتل ويشرد وتدمر بنيته الأساسية ويقتل رجاله ونساؤه وأطفاله، ومع ذلك تريد كثير من الأنظمة أن تقول لشعوبها بأن هؤلاء شيء وأنتم شيء آخر. حتى الدول المجاورة لهم القريبة جدا معهم الذين يليهم بشكل أو آخر الوجوب العيني في أن يدافعوا عنهم ويحمونهم ويقفوا معهم، للأسف الشديد تحت مفهوم القطرية وتحت تعزيز الولاءات القطرية وتدمير الولاء الإيماني المرتبط بالأمة الواحدة. نلاحظ بأن الآن تنشأ مفاهيم للأسف الشديد ويكرس لها من خلال قوانين دولية، من خلال الأنظمة السياسية، من خلال مؤسسات التعليم، من خلال الإعلام، من خلال النخب السياسية للأسف الشديد المتماهية مع هذه المقاطعات والأجزاء المقطعة، تريد أن تتماهى معنا لتقنع هذه الأمة بأنكم والله لستم أمة واحدة. بينما كان المسلمون إلى قبل 100 سنة من الهند شرقا وما هو أبعد من ذلك، الهند وأندونيسيا وماليزيا إلى المغرب في أقصى المغرب العربي، كان المسلمون يعيشون باعتبارهم أمة واحدة، يتداعى هذا الجسد لبعضه البعض، ينصر هذا الجسد بعضه بعضا، يجاهد ما احتاج فيه قطاع من القطاعات إلى جهاد. وكذلك كان في اتجاه الجنوب إلى تقريبا مدغشقر ما كان يعرف في الدولة العثمانية بولاية الحبشة التي شملت قطاعات واسعة من الشرق الأفريقي، وكذلك شمالا كان إلى القوقاز ومناطق على كل البوسنة والهرسك إلى غير ذلك. كانت هذه الأمة ممتدة في هذه الأطر. بالنسبة لخصائص هذا المفهوم، خصائص أن نلاحظ أن الآية جعلت هنالك ركنين في هذه المعادلة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، بمعنى توحيد الله سبحانه وتعالى وتعزيز هذا التوحيد باعتباره غاية من الغايات التي خلقنا الله تبارك وتعالى لها،
هذا المفهوم يؤدي بنا بطبيعة الحال مفهوم إن هذه أمتكم أمة واحدة، يفترض أن يبنى على مفهوم توحيد الله تبارك وتعالى. خصائص مفهوم هذه الأمة، نلاحظ أن مفهوم إن أمتكم أمة واحدة يقوم على خاصية التوحيد، خاصية وأنا ربكم فاعبدون، فتوحيد الله سبحانه وتعالى حاضر، خاصية العبادة حاضرة من خلال الشعائر من صلوات وصيام وذكر وتفكر، ومن خلال الحج والشعائر المعروفة التعبدية، وكذلك حاضر من خلال خاصية هذه الأمة من خلال أيضا وسطيتها، والوسطية تعني العدل، والعدل يعني القيام بالقسط ويعني القيام بالحق، فالأمة قائمة بالحق، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. كذلك هذه الأمة من خصائصها أنها أمة خيرية، والخيرية تبنى على الوسطية، لن تكون خيرا إن لم تكن وسطيا، إن لم تكن قائما بالعدل، إن لم تكن قائم بالقسط لا تستطيع أن تكون جزء من هذه الأمة الخيرية. ويبنى على الخيرية كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون به. إذن الإيمان الخيرية كذلك من خصائص هذه الأمة. من خصائص الأمة في السياق القرآني مسألة التوقيت والوقت، إلا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقية الأمم كل أمة مرتبطة بأجل، مرتبطة لكل أمة أجل، إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم فالتوقيت مستمر إلى قيام الساعة، وبالتالي ليست أمة مؤقتة ولكنها أمة دائما حاضرة. ختاما كذلك من خصائص هذه الأمة أنها أمة متجاوزة للتقسيمات الإثنية، التقسيمات الجغرافية، التقسيمات العرقية، التقسيمات الطبقية، فالأمة الواحدة تعني أنها أمة عالمية ممتدة، والعالمية هي التي تجعل من الإسلام رسالة خاتمة، وبالتالي حاجة البشرية إلى هذا الدين وحاجة البشرية إلى الأمة القطب والأمة الرائدة هي أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب. وبطبيعة الحال هذه المفاهيم، مفاهيم الخيرية، مفاهيم التوحيد، مفاهيم التعبد، مفاهيم الأمر بالمعروف، مفاهيم النهي عن المنكر، كلها كمفاهيم وقيم وتصورات، وكون هذه الحضارة نفسها أو هذه الأمة أمة أخلاقية ينتهي بها بطبيعة الحال إلى أن تتجسد في إطارين، الإطار العقائدي والإطار السياسي. الإطار العقائدي بمعنى حيثما وجد مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو جزء من هذه الأمة. والإطار السياسي هو عندما تستطيع هذه الأمة من تشكيل منظومتها السياسية وبناء نظامها المتمثل في الإمامة والخلافة التي تعبر عن غالبية هذه الأمة، فمن دخل في إطارها وأخذ تابعيتها أو مواطنتها كما إن صح التعبير يكون جزءا من الأمة في بعدها السياسي. إذا نحن بحاجة إلى إحياء هذا المفهوم العظيم، مفهوم الأمة الواحدة المرتبط بقوله تبارك وتعالى وأنا ربكم فاعبدون. اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.